كل ما تعمليه ما يظبطش معاكي والكفر الخارجي بيتفك منك في الزيت وكمان ما بيستويش وبيشد وانتي بتاكليه. لا، تعالي بقى النهارده اقولك ازاي هنعمل النهارده البفتيك بطريقه سهله وبسيطه، وكمان يظبط معاكي ويكون مستوي بنسبه 100%، وكمان الكفر الخارجي ما يفكش خالص منك. اول حاجه معايا كميه البفتيك بالشكل ده. الجزار طبعا بيدقها لك عنده، لكن احنا كمان بندقها في البيت بالمدق اللي هو بتاع اللحمه. وطبعا بيكون في اسنان كده، فالاسنان ديت او السنون ديت بتبدأ اللي هي تخش جوه اللحمة وتعمل فيها فراغات. كده خلاص خلصنا من التكاية الاولانية. تعالي نتبله بقى مع بعض بتتبيلة حلوة جدا، واحفظي الطريقة ديت عندك لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معايا بولة حطيت فيها نص معلقة من الملح، ونص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة من السبع بهارات، وشوية صغيرين كده من الزعتر والروزماري، ودول اختياري، لو مش متوفرين عندك تقدري تستبعديهم خالص من الوصفة. بعد كده جبت حوالي كده رشة بسيطة من جوز الطيب، وديت برضو اختياري لكن بتدي طعم حلو جدا للتتبيلة. هبشرها بالشكل دوت كده، شوية صغيرين جدا زي ما انت شايفة. بعد كده هجيب معايا ربع كوباية من الخل، وهقلب كل المكونات دي مع بعضيها. لو انت حابة تضيفي اي حاجة تانية ضيفيها، بس انا بقول اللي كده كفاية، مع الاضافة كمان حوالي 4 معالق من اللبن، وتقدري تستبدليهم بمعلقتين من الزبادي. طبعا اللبن او الزبادي هيطري الانسجة بتاعة اللحمة ويخليها تستوي معاكي بكل سهولة. خلاص دلوقتي بعد ما عملنا التتبيلة نزلت بشرايح اللحمة بالشكل دوت. وطبعا قطعة البفتيك ما ينفعش اللي انت تتبلي اي لحمة وتقولي عليها بفتيك، لازم تكوني قايلة للجزار اللي انت عايزة قطعة بفتيك، علشان خاطر في قطعة البفتيك بتبقى مخصصة جدا في مكان يعني للحمة مخصص للبفتيك. خلاص دلوقتي تبلتها كويس جدا، هبدأ اللي انا اغطيها واشيلها في التلاجة. تقدري اقل حاجة تشيليها في التلاجة هي ساعتين، لكن لو انت عايزة النتيجة المظبوطة تقدري تحطيها ليلة كاملة في التلاجة. تعالي نحضر بقى مع بعض كده الخليط اللي احنا هنعمله، وركزي معايا في التكاية دي. معايا طبقين، طبق فيه كوباية من الدقيق، والطبق التاني فيه حوالي ربع كوباية من اللبن، وحبيتين من البيض، وتقدري تستبدلي اللبن بربع كوباية من المية. ملح وفلفل اسود على البيض، وهبدأ اللي انا اقلبهم مع بعض كويس جدا. خلاص كده انا جهزت الخليط الاولاني اللي هو عبارة عن الدقيق والبيض. هجيب معايا قطع البفتيك اللي احنا شلناها في التلاجة لمدة ساعتين، وطبعا لو قعدت من اكتر من ليله كامله ما فيهاش اي مشاكل خالص. ولو عملت التتبيله ديت وشلتيها في الفريزر هتكون جميله برضو، وتطلعيها على طول على الدقيق والبيض والبقسماط. في المرحله ديت بقى احنا بنعمل الاول الطبقه الاولانيه هي الدقيق، عشان ما يفكش معاكي. ركزي في كل حاجه انا بقولك عليها. كده خلاص، طبعا لو انت حابه تقطعي القطعه 2 مفيش اي مشاكل خالص. بعد ما تبلت كل البفتيك اللي معايا بالدقيق، جبت طبق تاني وحطيت فيه بقسماط من غير اي اضافات خالص. انا طبعا مستكفيه تماما بالملح والفلفل اللي حطيناهم على البيض والتتبيله اللي احنا عملنا بيها البفتيك. بعد كده نزلت بقطع البفتيك، بعد ما حطيتها في الدقيق نزلتها في البيض واللبن، وعملتها على الوشين بالشكل دوت كده. وبعد كده برفعها من البيض واللبن واضغط عليها في البقسماط كويس جدا بايديا، عشان خاطر الطبقة تمسك بكل سهولة. وطبعا الايد اللي انا بحطها في البيض والبقسماط مش هي في البيض واللبن مش هي الايد اللي بحطها في البقسماط، عشان بس ما تهدريش كمية كبيرة جدا من البقسماط على صوابعك. عارفين كل حاجة دلوقتي بقت غالية. ممكن كمان تستبدلي خالص موضوع ايديكي وتستعملي الشوكة، مفيش اي مشاكل خالص. الشوكة مش هيمسك فيها البقسماط. بضغط عليها كويس جدا، بخليها تشرب كويس جدا من البيض واللبن، وبعد كده بايديا التانية بخليها تتماسك كده مع البقسماط، بقسماط سادة خالص من غير اضافات.
خلاص كده خلصت الكمية كلها. اللي تقولك بقى حطيه في الفريزر في الوقت دوت اوعي تسمعي كلامها، واللي تقولك حطيه في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين برضو بقولك اوعي تسمعي كلامها. اشتغلي على طول. على فكرة الطعم بيغير جدا لما تحطيه في الفريزر، وبرضو الطعم بيغير جدا لما تحطيه في التلاجة. حابة تحطيه في التلاجة حطيه وهو بالتتبيلة، مش وهو محطوط بالبيض والبقسماط. اكيد فاهمين. هحمره طبعا، مش هقلبه غير لما يتحمر معايا، واقلبه على الناحية التانية. في الوقت دوت عملت الكمية كلها زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. تعالي نفتحها مع بعض ونشوف اللحمة من جوه اخبارها ايه. زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله زي الفل، ناعمة وطرية وبتتقطم بالبق عادي، رغم ان انا قطعتها بالسكينة لكن بتقطعيها كده باسنانك بتبقى كويسة، ما بتشدش معاكي. الكفر الخارجي ماسك كويس جدا. بحبكم في